الموسم الثاني من مسلسل اركين اخيرا بعد انتظار 3 سنين. للي ما يعرفش المسلسل بيتعرض على نتفليكس، 9 حلقات نزل منهم لحد دلوقتي 3 حلقات. 9 نوفمبر نزل اول 3 حلقات، 16 نوفمبر هينزل تاني 3 حلقات، و23 نوفمبر هينزل اخر 3 حلقات. حلوه بصراحه، 3 ب3 ب3 دي. لا هو بينزل كل مره واحده تضطر تفضيله يوم من حياتك، ولا بينزل حلقه كل اسبوع يشيلك معاه. 3 حلقات دلوقتي، 3 حلقات بعدين، 3 حلقات بعدين. الحياه لطيفه. قبل ما ادخل في مناقشه اول 3 حلقات من الموسم الثاني، لازم برضو نعترف ان الموسم الاول من 3 سنين هرب من ذاكرتنا، فعشان كده خلينا نعدي سريعا على اهم الاحداث اللي حصلت في الموسم الاول. طبعا هيكون في حرق في الاحداث، فلو ما شفتش المسلسل ومش عاوز يتحرق عليك روح شوفوا الاول وبعدين كمل الفيديو. اذا الاحداث بتدور في دوله منقسمه لنصين، الطبقه العليا مدينه بلتوفر والطبقه السفلى مدينه زون. الانقسام ده بيرجع لاسباب تاريخيه حصلت من قرون عديده. الطبقه العليا اغنياء ارستقراطيين متقدمين، عندهم ماده خرافيه اسمها الهيكستيك بتساعدهم في التقدم والازدهار اقتصاديا وسياسيا. الطبقه السفلى ناس فقراء متنيلين ب60 نيله ولكنهم قريبين ومخلصين جدا لبعض، عندهم ماده خرافيه برضو اسمها شيمر، ودي يا اما الشعب مدمن عليها يا اما بيستخدموها في صناعه الوحوش. صراع سياسي وحرب قادمه بين الطبقتين، مش طايقين بعض، كل واحد عايز الدوله كلها من النيل للفرات، رافضين حل الدولتين خالص. لكن الاحداث بتدور من منظور فاي وباودر اللي كانوا متعاونين مع بعض في الاول، هما الاثنين اخوات وكانوا في وسط شله من المفترض انهم عايشين في الطبقه السفلى وطموحاتهم هي تدمير الطبقه العليا، ولكن بتحصل امور غير مقصوده تماما. باودر بتتسبب في قتل كل الشله اللي معاهم بالليدر بتاعها كمان. فاي بتسيبها وتمشي، سيلكو بياخد باودر بيربيها على الشر. باودر بتغير اسمها لجينكس وبتتحول لاكتر شخصيه شريره في العالم. فاي بتحاول تتاسف لها وترجع علاقتها بيها، ولكن بيكون فات الاوان خلاص، وجينكس بتضرب بالبازوكا بتاعتها على مركز قاده مدينه بلتوفر. يبدو ان الضربه اللي ضربتها جينكس على قاده الطبقه العليا حقنت الصراع اكتر وخلتهم يفكروا انه خلاص هنعلن الحرب وهنبيد الطبقه السفلى دي تماما ومش هنسامح في اي حاجه. وعامه من خلال دراستنا للتاريخ ده واقعي، كل الحروب اللي بتحصل بين الدول والممالك والامبراطوريات بيكون سببها شخص واحد غبي عمل حركه غبيه جدا، حقن الصراع اكتر، خلاه صراع شخصي بوظ الدنيا. الجدير بالذكر ان فاي طول الموسم الاول كانت بتحاول تتعاون مع كيتلين اللي هي واحده من الطبقه العليا، ونوعا ما بيحاولوا يوفقوا بين الطبقتين، مش عايزين صراع، عايزين نتعاون مع بعض، لان فاي واحده واحده بدات تحتك بالناس اللي في الطبقه العليا واصبح عندها نوايا مختلفه عن الحرب والصراع والتدمير والكلام ده. اعتقد بقت مياله اكتر للحل السلمي بين الطبقتين. فاي في الاول كانت بتراهن انها هتقدر ترجع جينكس لوعيها وتخليها تسامحها، ولكن بتحصل بينهم خناقه دمويه قوي. جينكس يبدو انها رافضه تماما ومش قادره تنسى ان فاي اختها سابتها ومشيت وهي صغيره، ولذلك بعد الضربه اللي ضربتها على بلتوفر اظن ان فض الصراع بين الطبقتين اصبح امر مستبعد شويه. وبينتهي الموسم الاول على هذا المشهد الجبار. مش مصدق ان اخيرا بعد 3 سنين هنكمل القصه، لان المشهد ده بصراحه شوقنا بطريقه مش طبيعيه، حاسس كاني لسه شايف المشهد ده امبارح. فضلنا مستنيين الموسم الثاني عشان يجاوب على سؤالين: ايه مصير الصراع بين الطبقتين؟ والسؤال الاهم منه او على الاقل الاهم بالنسبه لي، ايه مصير العلاقه بين فاي وجينكس؟ حقيقي ما شفتش في حياتي مسلسل يخليني اهتم بعلاقه بين اختين بشكل عاطفي ومأساوي ومؤثر اكتر كمان من الحرب اللي اكبر منهم هما الاثنين، حرب بين دولتين اللي هو ما علينا من الحرب كلها والهيكستيك والجيوش والاسلحه والناس اللي بتموت والاطفال بيبقوا يتامى. يا ترى فاي وجينكس هيعملوا ايه مع بعض؟ ودي حاجه بعشقها جدا في المسلسل ده، الثنائيه سواء بين فاي وجينكس او بين بلتوفر وزون او الهيكستيك والشمر، وطبعا جيس وفيكتور، فاندر وسيلكو، فاي وكيتلين. حاله الثنائيه دي مسيطره على اجواء المسلسل بالكامل. يا ترى فاي وجينكس هيعملوا ايه؟ ويا ترى بلتوفر وزون هيوصلوا لايه؟ وده اللي بيجاوب عليه الموسم الثاني. برضه هحرق في الاحداث، فلو ما شفتش المسلسل انصحك برضه تشوفه الاول قبل ما تكمل الفيديو. فاي وكيتلين في مأزق صعب جدا بعد كل اللي جينكس عملته. قادة مدينة بلتوفر فعلا خلاص ناويين يمسحوا الطبقة السفلى من على الخريطة، ولكن طبعا هم عارفين ان جينكس هي اللي عملت المصيبة دي، وعشان كده فاي خلاص تخلت عن فكرة انها ترجع جينكس لعقلها. خلاص باودر بالنسبة لها ماتت، اللي موجودة هي جينكس، بل اقوى بسبب الشمر اللي سيلكو حقنها بيه في نهاية الموسم الاول. فاي وكيتلين بيقرروا انهم يحاولوا يلاقوها عشان يموتوها، وبالفعل فاي بتنضم البوليس بلتوفر عشان تكون مهمتها هي مساعدة كيتلين في ايجاد جينكس. على صعيد
الاخر بسبب برضو ضربة جينكس فيكتور بيتصاب جامد، وبالتالي جيس بياخده بيحطه على الهيكس كور، وفعلا فيكتور بيعيش. الحاجة اللي بتضايق فيكتور جدا لان الهيكس كور هو اللي تسبب في قتل سكاي زي ما شفناه في الموسم الاول. الهيكس كور متطور اكتر عن الهيكستيك، هيكس كور يعني قلب الهيكستيك، ودي كلها حاجات اصلا مرفوضة تماما بالنسبة لهايمردينجر الكائن اللي عمره 307 سنة. فطبعا شاف حضارات كاملة بتنهار بسبب المادة السحرية المميتة دي. طبعا في تفاصيل كتير مش لازم ادخل فيها دلوقتي لان زي ما احنا عارفين المسلسل ده هيكون ليه مواسم قادمة. بيلتوفر وزون مش الدولة الوحيدة اللي معانا في العالم بتاع ليج اوف ليجندز، احنا عندنا دول تانية كتير اللي اتذكر منها في المسلسل لحد دلوقتي هي نوكسس او نوكشس. يبدو ان الصراع اضخم بكتير من مجرد طبقتين بيحاربوا بعض، يبدو ان العالم اللي احنا بنتكلم فيه لسه ما توسعناش فيه بنسبة 100%. مشهد بوسة بين فاي وكيتلين اخيرا، انا اقسم بالله عارف انهم مايلين لبعض من الموسم الاول، وعارف انهم هيجوا في الموسم الثاني ونتفليكس هتعتمد الاجنده بتاعتها عليهم وهتعلن انهم مثليين. ما عنديش مشكله مع فكره انهم مثليين، اهو يعني الكيمياء بينهم قويه بقى وهيفضلوا يدعموا بعض طول الاحداث وبتاع، ولكن انا عندي مشكله انها اجنده. كان ممكن عادي يبقى هم اصحاب وبيحبوا بعض وبيساعدوا بعض وخلاص، مش لازم تخلي في علاقه رومانسيه. مصدقك والله انهم على وفاق مع بعض، وانا حبيت بصراحه الكيمياء بينهم، يكفي ان دوافعهم مشتركه بتحركهم في نفس الاتجاه. ولكن طبعا هي اجنده وخلاص، اللي هو ما ينفعش نعمل مسلسل على نتفليكس من غير ما نقول للناس احنا بندعم الشباب. ما علينا، بنيجي بقى لافشخ مشهد في الثلاث حلقات، مواجهه شرسه وعنيفه جدا بين فاي وجينكس اللي كانت خلاص قربت تموتها فعلا، ولكن حته عيل صغير عرق للموضوع. جرعه انيميشن مش طبيعيه باخدها من المسلسل ده، التحريك والالوان والجرافيكس من افشخ ما يمكن، سواء من ناحيه المشاهد الحواريه العاديه او من ناحيه الاكشن والاشتباكات وكميه الانفجارات اللي بسبب ومن غير سبب. موسيقى تصويريه اقل ما يقال عليها عظيمه، مش بس موسيقى حزينه ملائمه لستايل المسلسل وخلاص، لا دي بتدخلك في مود المسلسل، دي بتخليك فعلا تحس بمعاناه الشخصيات. ضربه جينكس لبيلتوفر سببت مآساة لبعض الشخصيات وخاصه كيتلين اللي فقدت امها. الرغبه في الانتقام والغضب مع الحزن والفقد عبروا عنها بموسيقى ومشهد ابيض في اسود. يا خبر ابيض ايه الجمال ده. وطبعا بتنتهي الحلقه الثالثه بكيتلين وهي بتتقمص من فاي لانها ما خلتهاش تنتقم لامها من جينكس، بتكون هي الليدر بتاعه بيلتوفر وخلاص بيقرروا يعلنوا الحرب على مدينه زون. 3 حلقات ممتازين مفهومش غلطه، مستني جدا الباقي ومبسوط اني اخيرا رجعت الاجواء دي لان المسلسل فريد جدا من نوعه، مش هتاخد الاجواء دي من اي مسلسل تاني غيره. ممكن مبقاش قادر ادي تقييم لاول 3 حلقات دلوقتي لاني هقول 10 من 10، فالافضل نستنى الباقي ونشوف التقييم النهائي هيوصل لايه. دي كل حاجه عندي الفيديو ده. وبالمناسبه الحلقه الاخيره من مسلسل تورسا كينج هتنزل يوم الاحد، والحلقه الاخيره من مسلسل ذا بينجوين هتنزل يوم الاثنين، فلو مش مشترك في القناه انزل اشترك دلوقتي عشان اول لما اعمل عليهم ريفيو ما يفوتكش ويوصلك على طول. نشوفكم على خير ان شاء الله.